الزراعة الفورية فيها معلومة مغلوطة، هو إن الناس فاكرة إن إحنا بنخلص كل الخطوات في نفس اليوم، بمعنى إن إحنا هنخلع وهنزرع وهنركب الطربوش النهائي في نفس اليوم. الكلام دوت مش صح. الزراعة الفورية معناها إن إحنا بنخلع الضرس وبنحط مكانه الزرعة فورا، هي ديت الزراعة الفورية. ايه مزايا الزراعه الفوريه؟ هي ان احنا ما بنستناش كذا شهر بعد ما نخلع الضرس على ما العظم يبدا يتجمع في المكان علشان نحط فيه زرعه مناسبه، وكمان ما بنلجاش ان احنا نعمل جراحه جديده، وما بنخسرش العظم، لان احنا لما بنسيب العظم ناكل عليه كده بيحصل له نوع من انواع الانكماش، وده بيقلل كميه العظم اللي احنا هنحط فيها الزرعه، فدوت شيء مش جميل. الاحسن ان احنا هنخلع ونزرع على طول. اما بالنسبه للتركيبه فالناس برضو متصوره ان احنا بنطلع ضرس في نفس اليوم التركيبه النهائيه، لا، في حاجه اسمها التركيبه الفوريه، هي عباره عن سنه من مشتقات البلاستيك وزنها خفيف، بنقعد فيها فتره مؤقته لحد لما يحصل تعظم كامل للزرع جوه العظم، فنقدر نركب عليها الطربوش النهائي. الطربوش النهائي دوت بيكون بعد الزرعه من 3 شهور ل4 شهور، وهو دوت اللي بيكمل معانا باقي العمر، بس مش بنعملها في نفس اليوم بتاع الزراعه الفوريه. طب هل اي حد مطلوب منه يعمل زراعه ممكن يطلب انه يعمل زراعه فوريه دي؟ ممكن نعمل زراعه فوريه لاي حد منطبق عليه المواصفات، بمعنى لازم نبدا الاول نكون عاملين له اشعه مقطعيه ونشوف كثافه العظم والبعد الثالث، يعني نعمل الاشعه 3 دي مش 2 دي، ونشوف العمق بتاعنا للعظم واقرب فيتال ستراكشر موجوده علشان ما نعملش اي دامجنج افكت في الاستراكشرز اللي موجوده. ولازم يكون كواليتي العظم كويسه، الدبث واللانث كويس، يكون كثافه العظم نفسها حلوه، او نضطر ان احنا نعمل تدعيم عظم ونعمل تكثيف للعظم حوالين الزرعه. ممكن نعمله لاي حد بشرط يكون نعمل اشعه مقطعيه ومنطبق عليه كل المواصفات.